في حاجة غريبة بتحصل بين إيران وإسرائيل من شهور. في تحذيرات أمريكية بتقول إن الشرق الأوسط دخل على انفجار كبير. دلوقتي بنسمع عن هجمات بطائرات مسيرة وتهديدات بالرد في أي لحظة. بس الغريب، في تقرير مسرب من 2006 اتقال فيه إن في سنة معينة هيبدأ صراع نووي محدود بين دولتين في الشرق الأوسط، وبعدها ب6 شهور العالم كله هيتقسم نصين. والأغرب، ترددات غريبة تم رصدها حول البحر المتوسط بتقول إنها ممكن تكون مرتبطة بأسلحة طقس أو إشارات تحكم عن بعد. هو اللي بيحصل ده صدفة ولا في خطة مرسومة من سنين؟ ولو فعلا الحرب بدأت، تفتكر أول دولة هتقع مين؟ تابعني على قناتي مخك هيولع، وانتظر اللي بيحصل أول بأول.